بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده هنعمل فيها بتنجان المخلل بطريقه جديده خالص. لو اول مره تشوفيها وتتابعيها هتشوفيها معايا. زي ما احنا شايفين كده مخلل جميل جدا، طعمه فظيع، والميه بتاعته لونها احمر وجميل، وما نحطلناش ولا نقطه ميه في التتبيله بتاعته. احنا هنعمله ان شاء الله النهارده مع بعض باللبن. ايوه باللبن مش كلام، وهتشوفي معايا طريقه سهله وبسيطه جدا، وهيطلع معاكي احلى مخلل بتنجان. وممكن تحطي معاه فلفل زي ما انا حاطه كده. بس يلا في الاول كده، لو انتي اول مره بتشوفيني اشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. انا عندي الفلفل الاسفل البتنجان بتاعي الاسود الصغير ده، انا جبته وغسلته كويس جدا وحطيته في مصفى كده عشان يصفي اي ميه فيه. ومعايا هنا كمان فلفل حامي او بارد، بس ده فلفل حامي، وافضل في الوصفه دي انه يكون فلفل حامي. هبدا ان انا اشق البتنجان بتاعي كده بعد ما غسلته ونضفته كويس جدا بالسكينه، والفلفل كمان هشقه وهرجع لك تاني. انا هنا شقيت كل البتنجان والفلفل زي ما احنا شايفين كده مع بعض عشان ما اضيعش وقتك، وتخرميه معايا كده عشان يشرب من كل التتبيله. وعندي برطمان هنا كده انا غسلاه ومنضفاه كويس جدا، هحط فيه البتنجان بتاعي وابدا ان انا ارص رصه من البتنجان ورصه من الفلفل. وممكن تحطي النص والنص تحطي بتنجان بس، وممكن على فكره تعملي فلفل بس. انا هنا حطيت حبه كده من الفلفل الحامي، وبعد كده هرص البتنجان كله فوق بعضيه. وبعد كده اهوت انا رصيت الفلفل والبتنجان، حطيت حبه فلفل تحت وبعدين البتنجان وبعدين حبه من الفلفل الاحمر الحامي. بعد كده بقى نعمل الخلطه اللي هنحطها على المخلل ده. عندي الخلاط بتاعي، هجيب عندي فلفل حامي احمر، ممكن تخليه بارد، وممكن لو ما عندكيش تحطي شطه، وممكن لو ما بتحبيش الحامي تحطي بابريكا. وعندي هنا اللبن بتاعي اللي انا بحفظه في البرطمانات دي، وكنت منزله بوصفه تقدري تشوفيها، يفضل معاكي لبن حليب لمده اسبوعين. هاخد منه حوالي نص لتر او لتر حسب كميه البتنجان اللي عندي. انا هنجرب الاول كده في حوالي لتر من اللبن يبقى. وبعد كده عندي كوبايه من المش اللي احنا بنحط فيه الجبنه القديمه، ولو ما عندكيش ممكن تستخدمي شرش اللي بينزل من الجبنه بتاعه العلب، ولو ما عندكيش خالص ما تحطيش. هحط هنا كوبايتين من المش. يبقى انا حطيت ايه معايا في الخلاط ده؟ حطيت فلفل حامي احمر، عليه حوالي لتر من اللبن، عليه كوبايتين من المش. هخلطهم كويس جدا مع بعض. لو في اي مكون من اللي انا قلته ده مش موجود عندك تقدري تستغني عنه باستثناء اللبن. ممكن تحطي فلفل حامي بودرة، وممكن تحطي بابريكا، وممكن تستغني عن المش وتحطي لبن بس. وبالمناسبة ممكن لبن رايب أو لبن حليب. وحطيت عندي معلقتين كبار من الملح، وهخلطهم كويس جدا في الخلاط لحد كل المكونات دي ما تختفي مع بعضيها. كده انا بضربه مع بعض اهوت في الخلاط زي ما احنا شايفين. وممكن تضيفي كمان معلقه من البابريكا تعزز معاكي اللون وتديكي لون احمر كمان، بس احنا عايزين الطعم مش اللون. هنا حبيبي خلاص انا ضربت كل المكونات مع بعض اهيت. هبدا بقى ان انا اصبها على البتنجان والفلفل اللي انا رصيته في البرطمان. الوصفه دي يا جماعه ما تحطيش فيها ولا نقطه ميه. زي ما احنا شايفين كده مع بعض انا هفضي كل الخليط على البتنجان والفلفل، ولقيت لسه عندي محتاج هكرر نفس الموضوع تاني. ما ينفعش نزود هنا اي ميه. اي ميه يبقى الوصفه معاكي باظت والبتنجان هيسود معاكي ومش هيديكي نتيجه كويسه. هبدا ان انا اكرر العمليه اللي انا عملتها دي كمان مره. هحط لبن ومش وملح وفلفل حامي واضربهم مع بعض كده. انا عملتهم اهوت وهصبهم تاني على البتنجان. والوصفة دي بيقعد معايا الفلفل والبتنجان لمدة اسبوعين، وبعد كده تاكلي منه احلى مخلل بتنجان. عملناه بايه؟ بشوية لبن، ولو عندك لبن رايب مش عارفة تعملي بيه ايه اضربيه في الخلاط مع الفلفل الحامي والمش واستخدميه في المخلل ده هيديكي نتيجة كويسة جدا. هنا انا قفلت على المخلل بتاعي وهركنه لمدة، طبعا ده ممكن يقعد معاكي شهر واتنين وما يبص. كل ما بيقعد كل ما بيديكي طعم احلى. هنفتح عليه امتى؟ نفتح عليه بعد اسبوعين. طريقة سهلة ووصفة جميلة جدا للمخلل البتنجان، جربيها مش هتندمي. ده البرطمان اللي انا كنت عاملاه قبل البرطمان ده، فانا حابة اوريكي بس حبة منه، لكن هو البرطمان لسه هيقعد معايا اسبوعين. هفضي منه كده بيطلع معاكي اللون تحفة ودايب معاكي وطعمه جميل جدا. وزي ما قلتلك ممكن تستبدلي البتنجان بفلفل بس، وممكن فلفل وبتنجان زي ما انا عاملة، وممكن بتنجان بس زي ما بتفضلي. في نهاية الفيديو أتمنى أن أنا أكون قدرت أقدم لك معلومة سهلة وبسيطة
ما تنسيش بقى لو انتي لسه ما اشتركتيش معايا في القناة، تشتركي معايا في القناة، تنزلي تحت على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر وتضغطي عليها وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه إشعار، واعملي لايك وشير. مع السلامة.